السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني. اليوم في حلقة جديدة بعنوان كيف نفرق بين التريكومونوز الكنكر وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. الكثير من المربين إخواني ما زالوا يصعب عليهم التفريق بين مرض الكنكر تريكومونوز وأمراض الجهاز التنفسي. كيف لما تشوف طير يتنفس من فم كيف تعرف تشخص هل هو كنكر أو مرض جهاز التنفسي المزمن؟ هذا فرخ بلوندونيت من إنتاجي. هو اللي كنت شفته في التصوير الليلي كيف كان يفتح فمه طول الوقت وكان يتنفس من الفم. لو عرضت هذا الفيديو على هذاك الفيديو على أي مربي لقال لي على طول الكنكر. أنا أقول لكم يا إخواني الفرخ هو هذا وما كان نهائيا فيه كنكر وما خاد ولا دول الكنكر أبدا إلا برنامج الوقاية بعد التفقيس ب5 أيام اللي تكلمت عنه في الفيديو السابق. والفرخ كما تشاهدون إخواني تقريبا 80% تعالج ما يفتح فمه. إخواني في خطوات الكنكر. تنزل ممكن تعطيه تعطش الطيور وتعطيه يشرب، بعدين ترفع بهالشكل. إذا نزل ماي كنكر، هذا ما نزل ما في كنكر. هذا الطير اللي يتنفس بصعوبة في الليل، تشخيص رجاء أن يكون في الليل إخواني. امسك راسه بهالشكل شوف، مع أن هذا تعالج تقريبا بس بعده في حرارة. الطير اللي ما أخذ أي دواء تلقاه عنده حرارة يا إخواني. أول ما تلقى في الطير حرارة عرف أنه مش تريكومونوز، هذا في حرارة. تمسك الجناح من الأسفل هني، الكتف من الأسفل أيضا بتحس بحرارة. خليك تقريبا 15 ثواني بتحس بحرارة. أحيانا تمسك رجل الطير، هذا رجل عادية، حرارة عادية، أعتقد بتكون 37 36 عادية حرارة الجسم. والتشخيص الدقيق إخواني، شوف لما تجي تمسك الطير من هنا في المراحل المتقدمة مثل هذا، شوف ما يتحمل، بتحس بشيء مثل حبة داخل. إذا بنعمل 4 فحوص كلها تأكد أنه مرض جهاز التنفسي. أول شيء الحرارة تحت الجناح، الكتف، الحرارة في الرأس. تمسك هنا الطير ما يتحمل، شوفوا كيف يتحرك، شوفوا ما يتحمل. وتمسك هنا عند العيون بتحس بحرارة. إذا هذا إخواني 100% هذا جهاز تنفسي.
والعلاج إخواني مثل ما تشوفون الإبرة هذه أثبتت نجاح كبير بالنسبة لي أنا، وفادتني الصراحة، وأنصح بها كل مربي، أنصح بها الأبطال، كبار المربين، صغار الهواة، المبتدئين، أنصح بها الجميع إخواني. ياخذها الطير 3 مرات. في طيور عندي من أول مرة أخذت مرة الإبرة جرعة واحدة طيور تعافت لله الحمد. والطير هذا يعتبر 80% تعافى. انتم شفتوا قبل كيف كان ما يسكر فمه، يفتحها طول الوقت. حاليا تقريبا باقي له، يعني خذ الإبرة مرتين، باقي له بكرة بإذن الله، وبيتعافى بشكل كامل بدون كنكر، بدون أدوية، بدون أي شيء. إذا إخواني كنتم معنا في حلقة شخصنا فيها كيف نفرق بين أمراض الجهاز التنفسي المزمنة. عرضنا عليكم الطير قبل كيف كان وبعد، وعرفناكم على الدواء الجديد اللي هو البديل للينكوسبريكت الإبرة السحرية، واعتبره دواء صراحة يعني بدون مجاملة للشركة أو دعاية أو أي شيء، دواء يستحق ال5 نجوم. أنصح فيه الأبطال كما قلت، وجميع المربين. والله يوفق الجميع. وهذه النتيجة إخواني. ودائما أكرر، مش غرور أو أني أحاول أعمل صورة لنفسي، لا والله حاشا، يعني أنا معكم من سنين، ولكني لما أذكر أني أقدم شيء مجرب وأنصح فيه الجميع فهو مش غرور، وإنما أريد لكم الخير، وأتمنى من الجميع التجربة فقط.